السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هقول لكم معلومة كتير من الناس ما قالوهاش على اليوتيوب. ماشي. والمعلومة هي دي بقى الأخطاء اللي انت بتقع فيها في تربية العصافير وبتسبب لك مشاكل في تربية العصافير. يعني الحاجات دي يعني المفروض ما تتعمل. تمام، لأن هي دي بتسبب مشاكل العصافير جامدة. ايه هي بقى الحاجات دي؟ واحد، لما بتيجي انت تشتري اكل العصافير وتخزنه عندك فترة طويلة، الاكل بيعمل فطريات. تمام، طب هتقولي ماشي، طب انا اعمل ايه الفطريات دي؟ يبقى ما ينفعش تخزن الاكل عندك على طول، لازم تحط الاكل باستمرار عند العصافير. تمام، لان الاكل لو عمل فطريات والعصافير كلت منها فهيجيلهم سالمونيلا. تمام، وكوكسيديا، والحاجات دي بتنهي على العصفور تماما. فاحنا نعمله ايه؟ ما نعملوش الحاجات دي، نحاولوا بقدر الامكان نحطوا الاكل بتاع العصافير مرة واحدة وتغير على طول اول باول، ما تخزنش اكل العصافير. تمام. مشكلة بقى تانية برضو، واللي هي برضو بلاش برضو تعلق يعني المرجيحة البلاستيك اللي بتتحط للعصافير او المرجيحة اللي هي العصافير تتمرجع عليها، دي غلط. تمام، دي ملهاش اي لازمة ومش لازم تتحط لان دي غلط. تمام. وحاول بقدر الامكان تنظيف العش بتاع العصافير والدرج بتاع العصافير يتنضف اول باول. تمام، لتجنبا من الامراض. نيجي بقى برضو لحاجة برضو مهمة. تمام، المية دي تتغير، مية العصافير تتغير أول بأول، لأن عشان المشاكل، لأن المية بتعمل طحالب. تمام، مع الفترات الطويلة وبتسبب مشاكل برضو للعصافير، فتغيير المية أول بأول شيء ضروري. وبرضو تبص على الأكل بتاع العصافير، والتنوع في أكل العصافير مهم. هتقولي طب أنوع يعني أعمل إيه يعني؟ أقولك تعمل إيه. التنوع في الأكل زي المستنبت حلو للعصافير ومفيد. تمام. البيض المسلوق، وطبعا البيض المسلوق ما ينفعش يتساب عند العصافير اليوم بحاله، هو يوم بالظبط 5 ساعات وتشيل البيض من عند العصافير. تمام، لانه بيبقى لو استنى بيعمل عفونة وغلط على العصافير. أهم حاجة ضرورية فهي ومفيدة للعصافير وهتفيدك انت وهتقوي وتقوي مناعة العصافير بتاعتك، وهي الشمس. الشمس العصفور لازم يشوف الشمس لو حتى مرة في الأسبوع. ماشي، بي... لأن العصفور جسمه بيحتاج الشمس. تمام، والريش بتاعه لو هو في فترة القلب، لأن العصافير بيخش لها فترة قلش عنده. تمام، اللي هو يبقى الريش مشوك كده، فضروري تشميس العصافير بتاعتك حتى لو مرة واحدة. تمام، في الأسبوع. نيجي بقى لحاجة مهمة، مش مستحب انك تمسك العصافير كل شوية بإيدك، لأن بيبقى غلط على العصافير. تمام، والعصافير ما بتحبش المسكة باستمرار، إلا بقى إيه زي العصفور اللي انت مدربه على ايدك. ماشي. طب هتقول لي عصفور مدربه على ايدي اللي انت بتاخده زغلوق من تحت الأهالي أو الأم وبتبدأ توكله انت بإيدك وتدربه على ايدك، ده عادي بقى، بيبقى ضار على الإنسان وضار عليه. لكن ما تفضلش تمسك العصافير اللي عندك عمال على بطال، لأن ده بيحسسهم بعدم الأمان في المكان، وبالتالي يتعبوا ويحصل لهم اللي هم ما يبودوش عندك في المكان. وانت محتاج اللي انت اصلا جايب العصافير بتاعتك للإنتاج، ومحتاج اللي هم يبيضوا. اما لو انت حيران ومش عارف تربي ايه من الانواع بتاعت العصافير، لو بداية ليك فتربي الاسترالي. الاسترالي ارخص واسهل في التربية. تمام. اما لو انت عايز تخش على الكوكتيل فانصحك تخش على الاسترالي الاول، لان الكوكتيل صعب في التفريق وصعب في التعامل شوية. لكن انت تبدأ بالاسترالي او البادجي، واحدة واحدة تتعلم فيه، وبعد كده تخش على الكوكتيل. اما هو الاسترالي يعني هو كوكتيل فيه فلوس، يعني تعرف تبيع فيه وتشتري فيه وسعره حلو.
لكن البادجي بيبقى أسعاره بتبقى أسعاره رخيصة، لكن في أنواع فيه وطفرات بتوصل لمبالغ كبيرة. تمام. فأنا بقولك لو أنت عايز تفرخ العصافير بتاعتك أو تخلي العصافير عندك تبيض، فأنت لازم تحافظ على الحاجات دي. مهم جدا الحاجات دي تكون محافظ. صدفة محار البحر تكون موجودة عند العصافير أول بأول. تمام، لأن دي مهمة جدا لو العصافير بتاعتك عايزة تبيض. تمام. وبلاش تمسك العصافير كل شوية. تمام. وبلاش برضو تفضل كل شوية تخبط للعصافير على القفص، لأن ده بيسبب مشكلة تانية، واللي هي ايه؟ وإن اللي هي العصفورة لو باضت وطلعت ممكن تاكل أو تفترس الزغاليل بتاعتها، وبتحصل ياما. تمام. لأن العصفورة مبتبقاش حاسة بالأمان وخايفة على عيالها، فبتبدأ تفترس عيالها من الخوف، وبتبقى الغريزة دي انت اللي عملتها في العصفور وبتفضل فيه عفي على طول. اما صدفة محار البحر ايه فايدتها؟ فانا قلت ايه فايدتها ياما في الفيديوهات اللي فاتت، وان دي لازم تكون موجودة. لان دي لو دي مش موجودة فالعصفور ممكن ياكل اخوه او ياكل، او العصفورة تاكل جوزها او تاكل عيالها، بسبب ان مش لاقية التمليحة او التحدية اللي موجودة في الكالسيوم اللي موجود في المحار البحر، فبتبدأ تاكل الريش أو تاكل الزغاليل. فدي لازم تكون موجودة، لأن العصفورة طول ما هي محبوسة محتاجة الحاجات دي كلها، محتاجة كالسيوم ومحتاجة فيتامين أما لو هما في الطبيعة ففي الطبيعة بيحدجوا، لأن كل دي حاجات موجودة في الطبيعة هياكلوا ويشربوا، لكن انت حابسهم في قفا لازم توفر كل حاجة ليهم. تمام. عشان اي حاجة جسمهم محتاجه يبدأوا هما ياخدوها من الحاجات اللي انت بتحطها لهم. يعني تنوع في اكل العصافير مفيد جدا، لان انت لو انت بتاكل كل يوم نفس الاكل هتزهق من الاكل. لا هم برضو كذلك، الطيور كلها عامة كذلك، فانت لازم تنوع لهم في الاكل. تمام. والفاكهة تحط لهم فاكهة. هتقولي هو العصافير بتاكل فاكهة؟ اقول لك بتاكل فاكهة وبتاكل خضار. فمهم جدا التنويع في الأكل والتنظيف للعصافير بتاعتك، وبلاش الأكلات المسممة للعصافير، لأن هي خطر على العصافير. في أكلات ممنوعة على العصافير زي القشر البطاطس وزي الطماطم وفي حاجات تانية برضه خطر على العصافير. وبلاش، وانا قلت ياما في الفيديوهات اللي فاتت، بلاش كتر المضادات الحيوية للعصافير لأنها بتأثر على العصافير. تمام. يعني بلاش تدي علاج عمال على بطال طول ما العصفور مش محتاج علاج خلاص. لكن لو العصفور محتاج علاج، يعني لو العلاج ده للضرورة للعصافير، اللي هو العصفور في حالة خطرة لازم تديله علاج. بس كده، ما تنساش تتابعني، اكيد هفيدك. سلام.